كيفاش تتحكم في عقلك وما تخليش الأفكار السلبية تدمر حياتك. السلام عليكم. بعد هي الأول. اليوم بغيت نهضر على واحد الموضوع مهم بزاف، خصوصا في هذا الوقت اللي ولا فيه الإنسان كيعاني من الضغط، القلق والتفكير الزائد. الموضوع هو كيفاش نتحكموا في عقلنا وما نخليوش الأفكار السلبية تدمر حياتنا. بزاف ديال الناس كيبانوا عاديين من برا، ولكن من الداخل كيدوزوا حروب مع افكارهم، كيقلقوا على المستقبل، كيندموا على الماضي، وكيبقاو يفكروا في مشاكلهم ساعات طويلة. ومع الوقت هذه الافكار كتولي كتسرق منهم الراحة النفسية والثقة بالنفس. اول حاجة خاصنا نعرفوها هي ان العقل بحال الحديقة، الا زرعتي فيها افكار ايجابية غادي تعطيك نتائج إيجابية، وإلا خليتي الأعجاب الضارة تكبر غادي تفسد كل شيء. الأفكار اللي كنفكروا فيها كل نهار كتأثر على المشاعر ديالنا، والمشاعر كتأثر على الأفعال ديالنا، والأفعال هي اللي كتصنع حياتنا. المشكل إن الإنسان مرات كيصدق أي فكرة كتجي لعقلو، يعني كيصدق أي فكرة كتجي لعقلو. مثلا إلا فشل مرة في شي حاجة كيقول أنا فاشل، إلا تعرض للرفض كيقول حتى واحد ما كيقدرني. ولكن هذه غير أفكار وماشي حقائق. خاصنا نتعلم نفرق بين الحقيقة وبين الفكرة اللي كيخلقها عقلنا. تاني حاجة، خاص الإنسان يراقب الحوار الداخلي ديالو. شنو كتقول لراسك ملي كتغلط؟ واش كتشجع راسك ولا كتحطمها؟ حيث الكلمات اللي كنقول لراسنا عندها قوة كبيرة. الإنسان اللي ديما كيهين راسو في التفكير غادي تضعف الثقة ديالو بنفسه مع الوقت. كذلك خاصنا نبعدو شوية على المقارنة مع الآخرين. السوشيال ميديا خلات بزاف ديال الناس يحسوا بالنقص، كيشوفوا نجاحات الناس وفرحتهم وما كيشوفوش المشاكل والصعوبات اللي كيدوزوا منها. كل واحد عنده طريقة الخاصة، والمقارنة المستمرة كتولد لإحباط فقط. ومن أهم الحوايج اللي كيعطيو الراحة للعقل هو التركيز على الحاضر. بزاف ديال المعاناة كتجي من التفكير الزائد في الماضي أو الخوف من المستقبل، ولكن الحقيقة هي أن اللحظات الوحيدة اللي نقدر نتحكموا فيها هي اللحظة اللي احنا عايشين دابا. الرياضة، القراءة، تعلم مهارة جديدة، والخروج للمشي، كلها وسائل كتعاون العقل يرتاح وينظم الأفكار ديالو. الإنسان ملي كيبقى فارغ بزاف كيلقى العقل فرصة باش يغرقو في التفكير السلبي. وزيد على هاد الشي، خاص الإنسان يتقبل أن المشاكل جزء من الحياة. ما كان حتى واحد حياته كاملة فرح ونجاحات. الفرق بين الناس الأقوياء وغيرهم هو أن الأقوياء ما كيهربوش من المشاكل، بل كيعرفوا كيفاش يتعامل معها بالهدوء وكيقلبوا على الحلول. وفي الأخير خاصنا نفتكروا باللي العقل خدام عندنا، ماشي حنا خدامين عنده. ماشي أي فكرة كتجي في بالنا خاصنا نصدقوها. عندنا القدرة نختاروا شنو نفكروا فيه وشنو نخليوه يدوز بلا ما يعطينا السيطرة. واخا تكون الظروف صعيبة، الإنسان اللي تعلم كيفاش يتحكم في أفكاره يقدر يحافظ على قوته النفسية ويكمل الطريق ديالو بثبات. وشكرا على الاستماع ديالكم، ونتمنى أنكم كنتوا استفدتوا في هذا الموضوع، وشكرا لكم. الفيديو الجاي عاوتاني نهضر لشي حاجة جديدة اللي غادي تستفدوا منها ونستفدوا منها حتى هنا.